بقدم له اعتذار شخصي، دي أنا أول مرة بقولها، ولا يعيبني على الإطلاق إن أنا أقول ده. إذا كنت سببت لك يا كابتن محمود أي ضيق ليك أو لمحبيك، كابتن الخطيب زي ما حضرتك قلتي معشوق الملايين، ولما الناس بتعرف إن هو تعبان أو عيان، الناس بتتعب نفسيا اللي بيحبوه وما اكثرهم، وانا منهم. لما قلت ما تفولش على نفسك، انت عارف لما حد فينا يقول مثلا تعبان ويقول قدامه يا اخي ما تفولش على نفسك كده، يعني لان احنا عايزينه يعني ان شاء الله دايما يبقى بصحه جيده. هو زعل اكيد، انا بنتهز الفرصه دي واحنا في رمضان، انا ما قلتش ده قبل كده خالص يعني، واحنا في رمضان انا يعز عليا ان هو يبقى هو زعلان مني انا شخصيا، ان انا بحبه ولينا علاقات طيبه ولينا ذكريات طيبه قوي مع بعض قوي قوي يعني. فانا من خلال حضرتكم خلال البرنامج انا وبالتالي الامر ده بيبقى انا كل اللي في دماغي ده، والله اقسم بالله هو اللي في دماغي بس ده. يعني انا هقول لك واقعه صغيره قوي قوي وصاحبها حي يرزق وهيبقى سامعنا اكيد دلوقتي، انه كنت في حلقه من الحلقات اقدم له اعتذار شخصي، دي انا اول مره بقولها، ولا يعيبني على الاطلاق ان انا اقول ده. اذا كنت سببت لك يا كابتن محمود اي ضيق ليك او لمحبيك، فانا لم اكن اقصد على الاطلاق هذا الامر، وبصرف النظر عن اي شيء انا بقدم لك اعتذار شخصي عن هذا الامر، وارجو ان انت ما تكونش زعلان مني بصرف النظر عن اي حاجه تانية. انا بعتذر لك مره تانية. انا بحيي حضرتك. دي حقيقه، لا دي حقيقه، الاعتذار من شيم الكبار. لا دي حقيقه، وده حقه علينا وحقه عليا، وبكرر لم يكن ابدا 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 في حلقه من الحلقات، وكان ضيفي من فتره يعني فتره طويله، وكان ضيفي من ضمن الضيوف كان الكابتن مصطفى يونس. وبعدين في الايربيس قالوا لي ان في خبر ان الكابتن الخطيب مسافر المانيا عشان يعمل جراح، فانا قلت الخبر اقسم بالله وهو موجود تساليه، قام كان 3 ضيوف منهم الكابتن مصطفى، قام وراح على الديكور من بره كده وعياط وبكاء هستيري، الكاميرا مان اما حول الكاميرا عليه ظهر قدام الناس، احنا عرفنا انه بيعيط ازاي، سامعين صوتنا هنا بس مش عارفين ايه ده، وبعدين فجاه لقينا حاطط ايده كده على وعمال ومغمور في العياط. طبعا كابتن مدحت شلبي له كل الاحترام والتقدير، ما فيش حاجه، مفيش مشكله على فكره، ومش عيب انه يعتذر ودي حاجه كويسه، ولكن كابتن مدحت شلبي معلش انت ليه ما بصيتش في ساعتها؟ انت حضرتك في ساعتها تجرح في الخطيب وتقطع في الخطيب، وراجل تعبان حرفيا، راجل تعبان حرفيا على فكره. ما يجيش يا جماعه بعد كده نقعد نقطع في ناس والناس تعبانه وما نعرفش ظروفهم وبعد كده نيجي نعتذر. انا ما اقدرش اقول لك اعتذارك مقبول او لا عشان لحد اللي يحب كابتن الخطيب، ولكن ما يجيش في بعض الامور نقعد نقطع في الناس ونشتم في الناس وما نعرفش ظروف الناس الثانيه ايه. ممكن كابتن الخطيب ده ساعتها تعبان والكلام ده اثر عليه اكتر واكتر، ولكن مدحت شلبي انا على مستوى الشخص بحب اتفرج عليه وبحب مدحت شلبي كشخصيه على فكره، ولكن الاعتذار ده هو اللي يقول مقبول ولا مش مقبول كابتن محمود الخطيب.